يلا بينا نعمل حلو كده سريع وبمكونات موجودة عندك في البيت. لو عندك بواقي كيكة تعالي اقولك نعمل بيها ايه. ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة هجيب البرام بتاعي، ودي بواقي الكيكة اللي الولاد ما كانوش حابين يخلصوها او ياكلوها. قلت تعالوا اما نفرفتها كده في الطاجن ونعمل له قعده ونحط له شويه صوصات كده. وعايزه اقول لكم تحفه، ما قعدش 3 دقايق، يعني الكيكه قعدت اكتر من اللي هو البريم ما قعد بصراحه. هجيب بقى كوبايه واحط فيها شويه حليب، وهحط فيها كمان دي الحليب بتاعنا مش كتير يعني، وهحط فيها معلقتين من الكاكاو الخام او معلقه. تمام. وما تنسوش طبعا لو حابين تحطوا سكر اللي يريحكم، يعني انا حطيت معلقه سكر واحده بس عشان ده كاكاو خام، ورفعتهم على النار كده علشان يدفوا. وبعدين نزلت بيهم على الكيكه اللي احنا حاطينها، شايفين اتشربت بسرعه جدا ازاي. ورجيت كده الطاجن شويه بحيث ان الكيكه تتساوى، ما يبقاش فيه عندي طبقه طالعه وطبقه نازله. هنا بقى هننزل بصوص الشوكولاته الاقتصادي اللي احنا عملناه من يومين. هتلاقوا الفيديو بتاعه على القناة عندي، خشوا واكتبوا دي كيتشن وصفة الصوص الشوكولاته الاقتصادي بتطلع لكم. وهقول لكم برضو هي ايه الطريقة. كانت عبارة عن كوباية من كل حاجة، كوباية حليب، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية من الكاكاو الخام او ربع كوباية من الكاكاو الخام اللي يريحك. انت عايزة نسبة الكاكاو تكون قد ايه في الصوص. عايزه اقول لكم اقتصادي وتحفه وحاجه كده ما تعرفوش تفرقوها عن النوتيلا، والله خطيره. جبت بقى مالتيزرز، اي شوكولاته عندك مالتيزرز مثلا جالاكسي اللي يريحك حطيها وزيني بيها. وكان عندي صوص كراميل زينته كده بالطريقه دي. كمان اي شوكليت، اي صوصات عندك ممكن تستعمليها وتحطيها. مش حابه ان انتي تحطي صوص وتكتفي بس بتزيين الشوكولاته الخارجيه، عادي ابشري شوكليت بيضه وحطيها، كله ينفع. التزيين ده حسب رغبتك. وتعالوا بقى نقول بسم الله وندوق. شايفين المعلقه طالعه، بصي الصوص نزل ازاي. عايزه اقول لكم بالشوكولاته وغرقنا شوكولاته وحاجه كده في قمه السعاده بجد. طاجن السعاده، انا سميته طاجن السعاده لانه والله ظبط لي مزاجي اول ما اكلته. لازم تجربوا الفيديو لانه فعلا هيعجبكم. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد. انتظروني باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.